بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ كويسين؟ يا رب يكونوا بخير وهنا وسعادة وراحة بال. وايه، وحشتوني والله، وحشتوني والله. يعني بصوا، ما نقولكمش. انا يعني نفسي نبقى معاكم على طول على طول على طول. بس ايه، م- يعني ما يعني ما نضايقكمش. لا والله، ولا هتضايقوني ولا هنضايقكم، واحلى ايام واحلى حياة في الدنيا معاكم، على الكلام الحلو، على التعليقات، على كل شيء حلو، على جبر الخواطر. الله يجبر بخاطركم ويسعدكم ويهنيكم يا رب. وربنا ما يحميكم وما تشوفوا أي شيء وحش في حياتكم. اللهم آمين. لما نغيب منيكم يومين ولا ثلاثة، الكلام كده يترجرج مني. لكن لما حنطلع معاكم يوماتي عادي. لكن دلقيتي ليه مترجرج زي يعني على الكلام الحلو طالعة نكلمكم زي فرحانة بيكم. الله يفرحكم يا رب. اللهم امين. يفرحني ويفرحكم بولادكم وبحياتكم، ويكون سعيدين ومبسوطين. اللهم امين. الاسعار حبايبي مش عارفة، نقول عاوزين وتطلع الفاتورة كده. والله. يلا الحمد لله. رضا. الحمد لله. نجيبوا ايه اللي يقعد معانا، ولا قدام لما يخلص نجيبه. وايه، فلفل احمر احمر زي الفل. نحطوه في اي حاجة، في اي حاجة. انا جبته، والحاجات دي جبتها يعني من قول الساعة 11، 11 12. واللي عاوز يشال شلته في الفريزر، على بال ايه قلت نعمل معاكم فيديو عشان نطلع يعني نتحايل فيه. يعني احنا الحمد لله حياتنا بسيطة وعلى كدها، بس الحمد لله ورضا. رضا والحمد لله. ايه رأيكم يا حبايبي؟ تقولوا لي على أكلات عندكم وأنا نعملها. نشوف كل محافظة إيه طريقتها في الأكل. ماشي ماشي. شفت البصل وصل كام النهاردة؟ جايبينه ب20. يلا الحمد لله نعمة ورضا. نقولوا نزل لا طلع، طب يطلع 15. طلع ايه. فعلا انا كنت نجيب 2 ب30، 15. وكويس نقول زين. بس اني طلع فجأة ب20. الحمد لله رضا. الحمد لله. الشتاي دلوقتي يجي، والبصل يجي اللي يكون أخضر وكبير تقالي. كل حاجة تجي قشطة، كل حاجة فيه تكتر، وفيه إن شاء الله ترخص. والله لو المزارع يبيع رخيص، أنا دي واثقة منها. لكن اللعب في الجماعة اللي هم إيه شغالين. الحمد لله ورضا والحمد لله. وقت إيه فراخنا ننظفه عشان نكيسه. وهن جبنا إيه، جبنا لوبيا، وجبنا غيرنا شوية بلاها يعني صيغة البطاطس اللي مزعلاكم. يا جماعة الواحد ياكل الحاجة اللي هو يحبها، اللي ياكلها السهلة البسيطة، وكلنا ايه زي بعضنا. الحمد لله ورضا. الحمد لله. بس انا في الاسعار لا مش قادرة، عشان هات والله بالاخر كد كده خد كد كده. ادي نيخ فيها طينة البطاطا. ايوه جمعي يا ام غدا، جمعي فوق شوية. انت ما تعرفيش الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 3:30. الساعة 3:30 الظهر؟ لا والله الساعة 3:30 بالليل. قاعدين في الليل ونعملوا دي ونعملوا دي، وهالحياة كده. الواحد قام بدري، قام براحته. حيصلي. يعني تبع التسهيل، ربنا يسهلها. ماشي. يلا نقول حلبة السمنة كده، وهذا البصل حطيناه. لكن يغلى فجأة كده. هو والثوم، طب الثوم غالي من أول السنة.
فص التومة ب10 جنيه، الربطة 5 فصوص بس حلوات محترمات كده ب50 جنيه. بس يا رب ينزل عشان لقيتي ايه، ان شاء الله ان شاء الله اللي يدخل عليه الناس تزرع، لقيت تبتدي الشتا لقيتي وتزرع. وهذه دي المهمة دي. صدقوني اي اكل انا كنتش نحبها، بس لما لقيت الاكل هيبقى حلو بيها بقيت نحطها، والما تحطش الاكل مش هيبقى حلو. لا بصوا يا جماعة، انا عم طلع الحاجات اللي فاضلة. هل في الحاجات فضيت فضلت من الشهر اللي عدى، عم طلعها عشان ايه نرص مكانها ايه الجديد. مش هو ده يا جماعة، والله دي هنجيبوا عليها، وانتوا عارفين فاتحين بيوت وعارفين وكله قدامكم. شوية الفول القاعدة دي لا هنعمل ايه، هنيخها ونعملوها طعمية. غدوة طعمية، فطرة طعمية، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. والعدس بجبة وشوية العدس دكي والملح كل الحاجات دكي من النار كلها، والاسباجيتي اللي فضلت، والحمد لله نعمة ورضا. نقول لها ندخلك ليه، خليكي خنيخة ونعملك شوية ايه طعمية. على فكرة انا بدل الاندومي جايبة الاسباجيتي. عشان ايه يا جماعة، على الكلام اللي هنسمعوه، اللي كان اساسا مدير المصنع ذات نفسه قال اكبر خطر الحاجات اللي هتتحط دي، ده هتدمر المخ، خلايا المخ. طيب كان اللي عملها طيب هيقولك ده عليها. طب انت لما عرفها كده فتح لك مصنع كبير ليه؟ بس ادي سبحان الله رزق. ادي دي يا جماعة ايه، نخليها على فكرة مش على اللحمة والله، مش على البطاطا، دي بطاطا ولا لحمة، عاد ما تأخذون عيوني، عاد نضري على كده، والله أنا قعدت بالنضارة في البيت. الحمد لله الحمد لله. لا أنا أصل آخر الليل كده، الليل وآخره تمام. نغسلها غسلة حلوة البطاطا دلوقتي عشان ايه نحطها في الفرن. نغسلها من الطينة سودة. لو في جزيرة حلوة سهلة، أول ما تفتح الحنفية شوية الرملة تنزل وسهلة، لكن دي بتاعت أرض سودة لازم يا جماعة نعمل لها كده. ادي شوفوا، لا احنا ليه هنعمل لها كده، عشان هنحبوها كده ونقطموها قطم عشان نطلع منها تاني قشرة. القشرة الجوانية دي هتبقى شديدة مش شديدة نية، لا طابت واستوت وشدت، فهنحبوها زي تديك طعم جميل. ريحة البطاطا اللي زي اللي هتتعمل في العرابي في النار، يعني زي اللي حطها في فحم وفي فرن، هذه زي كده بالظبط. لكن لو خليتها على كده طبعا نجي نقشروها تطلع القشرة اللي من ضمن دي اللي لونها مبيض. اصل بصوا يا جماعة لا في عندي هيحبها كده، كلهم هيحبوها بالطريقة دي. هنغسلها زي كده ونطلع دي، وبعد كده بس هجربوها كده في الشوية، طعمها وتنضغيها كده في بوقك، الله زي حاجة محمسة، زي حاجة مشوية هي مشوية بس هديك طعم الحميس. شوفوا ادي غسلتها ونرصها، شوفوا بالراحة ونشوف الطويلة يكون جنبها القصيرة،
والقصيرة جنب الطويلة. عشان أنا قصيرة يا جماعة، أنا قصيرة قصيرة. بس الحمد لله. التخن مرض، بس التخن عندي مدارة على قصري. خليني أنا باينة شوية من الأرض. بس يعني مش قصيرة، بس مش قوي يعني، وسط يعني، أو يمكن أقل من الوسط. يا جماعة انتوا ناظريني، اضحكوا معي شوية. شايفين البطاطا البيضة اللي مناك دي جنب 2، هالبيضة دي. على فكرة البطاطا البرتقاني دي الصفرة فيهاش ليف زي البطاطا البيضة. البيضة تلقى من جوا فيها مليفة، فيها زي الليف. لكن البطاطا دي الصفرة لا، عسل، حلوة. وسبحان الله في بطاطا تجي يعني تجي معسلة، وبطاطا يعني عادي. بس كده ناكلوها حلوة وتبقى خفيفة على الأنواع التانية. عاوزين أنواع تاني نعمل، بس دي خفيفة. شوفوا هذه، ايه رأيكم في رصي؟ تمام. هذه البيضة دي المخدرة دي، لا محدش ياكلها في البيت إلا أنا، حنرميها لا خسارة طبعا. دي بس عشان نحطها في الفرن وبعدين ندخلها تاني كده. تمام. الشبكة شالت لي 2 كيلو حلوين، نعمة ورضا والحمد لله. يعني نجي نغسل الفراخ هنيتنا. تمام. وزي الفل نشيلوها نظيفة. لما نعوز نطلع كيس كيس. حتى الشهر يا جماعة دي هتخلي الواحد مطمئن يعني. حاجتك جنبيكي، حاجتك معاكي، ولسه ما جبنا مكرونة، جبنا إلا دي بس. لسه ما جبنا رز. ربنا يسهلها، كل حاجة حتتجاب. بس أهم شي دلوقتي اللي نلقوه نجيبوه. لا طبعا هنديها كذا كذا فم. وجيت أنا دلوقتي طبعا هسكت خالص خالص هذا الدقيق. بس هو حنبردي في لقطة تاني فيها عندي أنا طبعا مخزنة برتقانة بسرة. بس عنفركة، بص ما نطول لي سنة عنفركة في ايدي مع متلج، وهيبقى زي ما تفركي اي قشر البيض. ونحطه فيه، يا نضربه في الخلاط، عادة تضربوه في الخلاط. بس يجيني الريحة حلوة ونفاذة وما فيش زفارة وجميل، وريحة البرتقال فيه احسن من. انا جربت كل حاجة، من الخل، من الليمون، حاطة دقيق ونحط كل حاجة. بس الاقوى شيء البرتقال. نشيل البرتقال زي البرتقال اللي يسففندي اللي هنجيبوه يكون بالليل او تغسل ولا حصلته مية، هيبقى من جوا ملدون كده. فانا ده نشيله عشان ده وصلت مية من ايدي لما غسلته. نروح نعبيه في الفريزر، ونروح نخليه. وكمان في الحمام انا نبشره بالمبشرة، ويديني زي فتافيت الجزر كده، ونحطه في الحمام. لما نغسل الحمام ونخليه عندي في الفريزر كده زي الفل.